السلام عليكم البنات، واش راكم؟ واش حوالكم؟ ان شاء الله تكونوا كامل بخير وانتم تفرجوا في الفيديو تاعنا اليوم. اللي راح نشارك فيها معكم كالعاده وصفه رمضانيه نحتاجوها بزاف، سيرتو حنا البنات المبتدئات. راح نمدها لكم بطريقه سهله بمقادير مضبوطه. يعني نديروها غير بالبابي كويسون. سيرتو لي انا والمبتدئات اللي نلقاو بزاف صعوبه في الخميره باش نقلبوها. نبداو في مقادير الوصفه وطريقه التحضير. نبداش راح نديروا الوصفه بالسميد فقط بدون فرينه. راح نديروا على الطريقه التقليديه كما كانوا يديروها جدودنا بكري. خلاص، هنا عندي ربع كيسان نتاع اسميد يكون مرطب، ما هو متوسط يعني هكا، ما يكونش رطب خلاص. واللي شافت باللي دقيق تاعها البنات مخصوص شويه دير معاه كيله نتاع فرينه، يعني تكوض الكاس تاع سميد بالكاس تاع الفرينه. هنايا الخميره انا ما راح نديرها مع السميد تاعنا، راح ندير هنا نخمرها هكا. ندير نص كاس نتاع الماء يكون دافي، نديرو معاه مغرف خميره ومغرف سكر ونخلطوها ونخليوها تتفاعل كيما نديرو بكري. نخليوها تتفاعل وهنا نجيبو نحطو الملح، نملحو عادي. انايا كل كاس يعني انا حندير 3 قرصات ولا 4 قرصات صغار، نديرو لهم مغرف صغيره تاع الملح. هذه هي. نحكموا نلموا العجينه تاعنا عادي بالماء كاش يكون سخون نورمال، لانه الخميره تاعنا خليناها تتفاعل وحدها، يعني ما راحش تاثر على الخميره تاعنا. نلموا العجينه تاعنا كيما راكم تشوفوا، نلموها هكا تكون نحاولوا نعجنوها. هي مستحسن انك مع الاول تلميها هكا برك، ديريها في ساشي تبلليها وتحطيها في كوكو تقفليها تخليها تطلق روحها، ولا تبداي ديريكتومون تعجنيها كيما تحبين نتيا. هذا اللي درته لكم بدون بيترا، يعني اللي ما عندهاش البيترا، انا ما عندناش في الدار يعني الخميره نديروها هكا نعجنوها بيدينا. البنات نحكموا نعجنوها بالطريقه هذه حتى تطلق معك، يعني تبقاي تحطي الماء تدريجيا. من المستحسن يعني قال من اسرع النجاح المطلوب انك مع الاول تكوني تيبسيه، من بعد تبقاي تعجني به بالماء حتى يطلق معك بالطريقه هذه. البنات انا ثاني راني ما نعرفش مليح ندير، يعني راني مبتدئه، يعني نجرب معكم وان شاء الله تجربوا الوصفه هذه، سيرتو البنات اللي قدي في العمر، وان شاء الله تعجبهم وتنجح معاهم. سيرتو جاي رمضان نتعلموا فيه هذه الوصفات اللي ماناش نديروا فيهم يوميا هكا باش نخرجوا عليهم ونولوا يعني محترفات فيهم. يعني وسيرتو الخميره هي من الضروريات اليوميه اللي نحتاجوها لازم. هنايا البنات بعد ما عجنتها لمده 10 دقائق، هنا جبت الخميره تاعي لقيتها تفاعلت، وراني نحط فيها على العجينه تاعي وراني نعجن فيها بالطريقه هذه. ديما نقول البنات شوفوا العجينه الخميره ولا خبز الدار، العجينه تاعكم قطعوها ماشي كيما الشخشوخه ما نقطعوهاش باش تجي مليحه. اما المخبوزات نحكموا نقطعوها كالعجينه باش تتعجن معاك وتجي خفيفه بزاف بالطريقه هذه. ونبقى نعجن حتى تولي هكا طريه معايا. قلت لكم نبقى نعجن فيها كيما راكم تشوفوا، يعني هي تحب تتعجن باش تجي خفيفه. واللي عندها البيترا تحطها في البيترا وتعجن وتبقى تضيف لها في هذيك الخميره اللي تفاعلت. من بعد البنات نجيبو ساشي ونغطيو هذيك، نحطوها في الساشي هكا، ندهنوها شويه برك بالزيت، نقفلو عليها ونغطيوها ونخليوها تخمر لمده هكاك 20 دقيقه على حسب الجو، اذا كانت سخانه ولا قشطه. قلت لكم المطلوع تاع اليوم راح نديروه بالبابي كيسون هكا باش نقدروا نهزوها ونقلبوها في الطاجين. يعني المبتدئات كيما انا راح يديروا المطلوع ويجيهم ساهل يعني وما يتعذبوش فيه. يعني احنا بزاف كيما انا الحاجه اللي تجيني صعيبه اني كي نجي نقلبها ما نعرفش. هنايا البنات جبت شويه تاع الزبده، هنايا البنات ونعاود لها بهذيك الزبده تمد لها واحد البنه والخفه للمطلوع تاعنا يجي بزاف هايل. درت لها هذيك المغرفه تاع الزبده تكون بدرجه حراره الغرفه، يعني تكون هكا طريه، ونعجنها بها. وهنا نقرصهم، انا درتهم صغار قلت لكم على جال باش البنات يتعلموا معايا. انا
يعني الفئة اللي تتبعني هي البنات اللي 20 سنة 22 سنة، يعني ماذا بيا انهم يهزوا الفكرة ولو اني صغرتهم هكا. من بعد تفرشي بعدها البنات نجيبهم هنا ونخليهم بعد ما قرصتهم نخليهم يخمروا ثاني، وما نطولوش عليهم في هذه المرحله البنات، لانه اذا كان فاتوا طلعوا بزاف هكا. ونبقى ندير فيها في البابي كويسون. وننصحكم البنات ديروا بابي كويسون اللي النوعيه تاعو جيده باش ما يلصقش فيها، ما ديروش هذيك النوعيه اللي ماهيش مليحه. وهنا تنحي هذوك لي مارك اللي درتيهم بيدك بالقرنوط كيما راكم تشوفوا. المهم نعجنوها هكا على البابي كويسون كيما راكم تشوفوا، نخبزوها. هذه هي نخبزهم كامل كيما راكم تشوفوا ونخليهم يخمروا من بعد باش نبدا نطيبهم. البنات نديروا هذيك هكا بالحلال باش يتنحاو لي تماركاو هذوك يدينا، من بعد كي نطيبوها يجيو بويض ما يطيبوش، فهمتوا؟ والمستحسن شوفوا اللي راح ديروها في البابي كويسون غبزوها ساعه هكا في على منشفه، من بعد حطوها على البابي كويسون، فهمتوا؟ ما ديروش كيما درت انا مع الاول هكا. حاولت نشارك معكم كل الاخطاء اللي ارتكبت فيهم انايا باش ما تخدوقوش نتوما فيهم. هنايا البنات نحطوا على طاجين بيان سور يكون مسخن قبل ويكون سخون بزاف كيما نطيبوا الكسره عادي. وهنا كيجيو عندنا هذو الفقاعات نحاولوا نروحوا على الجنب ونطرطقوهم بالطريقه هذه. ما تماركيهمش هكا بيديك. شوفوا بعدها البنات نقلبوها بالبابي كويسون، ما عندهم ما يصرى لها، تبقاي تقلبي فيها بالطريقه هذه. هنا انا راني من جهه قاعده نحوشي في الكسره تاعي، وراهي البنات يعني ما كانش كل يصورني حايره حتى نروح خويا ولد اختي من المدرسه باش صورني هكا. البنات قلت لكم هذاك البابي يعاونكم، شفتوه كيفاه تقلبوها بالطريقه هذه وتجي بزاف سهله. البنات انا هذه درتها خشينه شويه لانه قلت لكم دارنا يحبوها رقيقه، باش نعتها لكم كيفاه جات. بالعاني درتها هكا خشينه لاني قلت لكم في الفيديو اللي فات انه دارنا يحبوها يحبوا الكسره تاعهم رقيقه، تما ما ياكلوهاش كي تكون خشينه. على بها انا في الدار نديرها ديما رقيقه، مي على بالي بزاف تما الناس يحبوها خشينه، وكل واحد وذوقه. هنا البنات نبقاو نحركوا فيها باش تدي اللون الموحد واللون الذهبي. ومن المستحسن تطيب على جهه من بعد نقلبوها طيب على الجهه الثانيه، ماشي نبقاو نقلبوا هكاك تجي الكسره تاعنا يابسه هكا. هنا البنات بعد ما دات اللون الذهبي نقلبتها ونزيد ندورها من الجهه الاخرى تزيد تدي اللون الذهبي هاك. شفتوا كيف نقلب بكل سهوله البنات هاك. واذا كان ما تنحاش معاك مع الاول بابي كويسون ما تخافيه ما والو، كي طيب راهو يتنحى عادي. شفتوا هاك هاي ذات اللون وهو راهو يحمرها عادي، بعد ما طيب راهو يتنحى، ما تخافوش البنات. انا بعد ما كملت المطلوع تاعي البنات شوفوا في النتيجه النهائيه كيفاه جات. اتمنى يكون عجبكم وذوك نقطعوا معكم تشوفوا النتيجه النهائيه كيفاه جا خفيف وجا هايل البنات. هنا نقطعوه مع بعضنا. اتمنى تكونوا استفدتوا من هذا الفيديو، هزيتوا فكره ويكون عجبكم الطريقه اللي شاركتها معكم. واذا كان عجبكم البنات ما تنساوش تخليوا لي جيم، وما تنساوش تجربوا الوصفه وتبعثوا لي تطبيقاتكم كما موالفين. هذه هي شوفوا كيف جات خفيفه البنات
جيشة هي البنات. يعني ننصحكم تجربوه بهذه المقادير المضبوطة وتنجحوا فيه ان شاء الله من اول تجربة. هذه هي كانت الوصفة تاعنا لنهار اليوم، ان شاء الله تكون اعطيتها لكم بطريقة مبسطة سيرتو للبنات المبتدئات وتكونوا استفدتوا من هذا الفيديو. اذا كان استفدتوا منه ما تنسوش تخليوا لي جيم، تخليوا لي تعليقاتكم وتتفاعلوا معايا وتبارطاجيو قناتنا مع كامل احبابكم واصدقائكم. لاقوا في فيديوهات جديدة ومع السلامة.